بالتأكيد أن كل شي غادي يتفق معايا أن وسائل التواصل الاجتماعي شكلت واحد الفرق كبير في حياتنا، بحيث أن هي قربت البعيد وخلتنا بواحد الشكل كبير منفتحين على العالم. وكيف ما هذا واحد الجانب إيجابي، وكاين جوانب إيجابية أخرى كتيرة بزاف. لوسائل التواصل الاجتماعي كاين جوانب اللي هي سوداوية، واللي مع الأسف بسوء استغلال ديال البشر لهاد الوسائل هادي يقدر انه يدمر حياتهم بشكل او باخر. وهذا الشيء اللي غادي نشوفه مع البطلة القضية ديالنا هاد النهار، دايموند برادلي. السلام عليكم ورحمة الله، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا في احوال جيدة وطيبة كيف ما العادة، كيف ما كنتمنى لكم ديما ديما ديما. وقبل ما نبداو في القصة ديالنا هذا النهار، كنتمنى منكم الدعم ولو غير شوية، بالمشاركة واللايك وشي كومنتير مزيون، وما تنساوش تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلوكم ان شاء الله من دابا الفوق القصص واللي غادي تكون كتيرة ان شاء الله وبواحد الصورة مواظبة. وندخلوا نيشان في القصة ديالنا. وهاد نهار البطلة القصة ديالنا هي اسمها دايموند برادلي. في 21 مارس من سنة 2001 تزادت دايموند برادلي في مدينة كلاركسفيل في تينيسي. ومن بعد عام في سنة 2002 انتقلت الأسرة ديالها للعيش في سبرينغ فالي في إلينوي. دايموند تزادت في أسرة كبيرة مكونة من 3 ديال الأخوات و4 ديال الإخوان. الأصدقاء والعائلة ديال دايموند ديما كانوا كيوصفوها بأنها كانت واحد البنت نشيطة وديما فرحانة وضحكانة، كيعجبها تغني وتنشط وتشطح، ودايما أي قرار كتاخدو في حياتها إلا وكيكون الدعم الأسرة ديالها حاضر وبقوة. ومع ذلك دايما كانت ديما كتحس بحال اللي ما عندها حتى شي حد، ودايما كانت كتوجه للسوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي باش تعبر على الاحاسيس ديالها، وكتسمح للجميع باش يطلع على التفاصيل د حياتها. اي واحد كان كيشوف دايموند على السوشيال ميديا كيشوفها شوفه سطحيه، كتبان له واحد البنيته فرحانه وعايشه الحياه بالطول والعرض. ولكن اللي كيتمعن مزيان في الكلام اللي كتقول دايموند في اللايفات اللي كتبارطاجي، غادي جبرها كتنتقد راسها وكتقول انها خايبه ماشي مزيونه وماشي جذابه، وكانها كتبحث على شي حد اللي غادي يقول لها العكس ويعطيها اهتمام خاص. في سنة 2018 دايموند كان العمر ديالها تقريبا 17 سنة. والنهار 24 يناير دوريس برادلي اللي هي الأم ديال دايموند بدات كتدق على الباب الغرفة ديال دايموند. ومن بعد واحد الفترة ديال الصمت عرفت بأن دايموند ماشي في بيت النعاس ديالها. فتحت الأم الباب ودخلت، وفعلا الحدس ديالها كان صحيح، ودايموند ما كانتش موجودة تما. في الأول كان الأمر عادي بالنسبة للأم دوريس، بدات كتعيط على بنتها دايموند وكتفتش عليها في أنحاء الدار في المواضع اللي مولفة كتواجد فيهم، ولكن ما جبرتها شي. ومن بعد بضع ساعات قررت الأم دوريس تبلغ الشرطة على الاختفاء بنتها دايموند. والمدينة صبحت في حالة تأهب وكل شي كيبحث على دايموند براندلي اللي ما بان لا حتى شي أثر. إذن كيف ما قلت تم تنبيه الشرطة أن دايموند مفقودة، لذلك هما غادي يقوموا بالروتين المعتاد عندهم واللي كيبداو به في كل تحقيق، وهو استجواب الأصدقاء والعائلة. وحتى أنهم قرروا يمشيو للدار ديال دايموند باش يتمكنوا يفحصوا الغرفة ديالها، على الله وعسى يحصلوا على شي حاجة خارجة على المألوف. الوقت اللي كانت فيه الشرطة كتبحث في الدار، الأخت دايموند قررت بأنه حان الوقت باش تخبر بوليس أنه دايموند كان عندها 2 هواتف نقالة، واحد اللي عباتو معاها والثاني خلته في الدار. طبيعة الحال الشرطة حاولت تكتشف شمن أسرار كاينة في هذا التليفون، ورغم أن التليفون كان مشدود إلا أن الشرطة كيف ما العادة استعملت السحر ديالها وقدروا يفتحوه بكل سهولة. وهنا البوليس اكتشفوا أن دايموند كانت كتعيش حياة مزدوجة. جبروا قوائم طويلة المحادثات مع رجال مختلفين، وعرفوا بأن دايموند كانت كتنشر على مواقع المواعدات. بما أن دايموند كانت يلا في العمر ديالها 16 سنة، فهاد الشيء هذا طرح مجموعة من الاحتمالات شنو يقدر يكون وقع لها أو شنو يمكن
الدار تكون تعرضت ليلو، وبالتالي كان الامر العثور عليها صعيب بزاف بالنسبه للبوليس. ولكن بطبيعه الحال الشرطه ما كتعرفش الياس، وقررت تستمر في البحث على دايموند باستعمال ديك المعلومات القليله اللي حصلوا عليها. وكانت الخطوه الاولى هي تتبع الهاتف. الخطه كيف ما قلت يتبعوا تليفون دايموند باش يعرفوا التحركات ديالها، ويبداو يرجعوا لقطات المراقبه من الكاميرات على طول الطريق اللي مرت منها. اول لقطه حصلوا عليها كانت في المحطه ديال الوقود او الغاز ستيشن اللي كانت قريبه من دار دايموند، وكانت كتوجه لها بشكل متكرر سواء باش تشرب شي قهوه او لا تاخذ شي سناك. المهم هاد اللقطات كانت تقريبا في الوقت اللي كان مفترض ان دايموند خرجت منها من الدار، ولكن مع الاسف ما بانتش دايموند حتى في شي مطاع في هاد الفوتيج. واللي بان لهم هو واحد الشاحنه كانت واقفه في محطه الوقود، نزل منها واحد الراجل وتوجه للداخل باش يشري شي حاجه ومن بعد غادر. وكان هو الشخص الوحيد اللي لقطته الكاميرا المراقبه ضمن واحد المده زمنيه طويله. ومن بعد ما عجزت الشرطه انها تحدد موقع دايموند بالاعتماد على اللقطات من داخل محطه الوقود، قررت تسحب المزيد من اللقطات من الكاميرات الاخرى حول المنطقه، بالتحديد المنطقه اللي توقف فيها التليفون دايموند. لذلك بداو كيسحبوا الكاميرات، على الله وعسى يجبروا شي راس الخيط اللي باش يبداو منه. وهنا حصلوا على لقطه واضحه لتقاطع الطرق ديال جوج شوارع، شارع سانت بيتر وشارع سبالدينغ. الوقت اللي كانوا كيدققوا النظر في الفوتيج ما شافوا حتى شي حاجه غريبه، مجرد سلسله السيارات ماشيه من والى المنطقه. الشرطه كانت متاكده انها اذا ما توصلتش لشي خيط يدل على الوجود دايموند في هذه الكاميرات المراقبه ديال التقاطع الرئيسي، عمرها ما غادي تقدر توصل لها من بعد، لانه من بعد هذا التقاطع الرئيسي كيتواجد الطريق السريع، ومن بعده طريق مفتوح وطويل مئات الكيلومترات اللي صعيب عليهم يبحثوا فيه على شي حد. لذلك هما في الحاجه يجبروا شي دليل في الحال وبسرعه. ومن بعد ما عصروا راسهم مزيان وفكروا مزيان قرروا المحققين يسحبوا اللقطات ديال الايام اللي سبقت اختفاء ديال دايموند، وحصلوا على لقطات تقريبا اسبوع في نفس التقاطع الرئيسي. والهدف ديالهم كان يدرسوا كل سياره مرت من هذا الطريق كل صباح. من بعد تحليل الفوتيج او اللقطات توصلوا للنتيجه انه 11 سياره من اصل 13 سيارات كتمر على نفس هذا الطريق كل صباح. وتوقعوا ان ديك جوج سيارات اخرين ربما يكونوا هما مفتاح لغز اختفاء دايموند. لذلك ومن بعد ما تبعوا مسار السيارات وحللوا جميع الاحتمالات المطروحه اللي كانت كتدور حول هاد السيارات اللي غريبه على المنطقه، الشك ديالهم كان كيدور حول السياره واحده اللي ثارت الانتباه ديالهم بشده، وهي سياره جيب كحله. الشيء اللي ما كانوش عارفينه هو ان صاحب السياره ربما ما يكونش متورط غير في الاختفاء دايموند، وانما متورط حتى في القتل ديالها، لانه في 27 يناير 2018 يعني اليوم الرابع من بعد الاختفاء دايموند غادي يتم اكتشاف جثة دايموند في خندق في منطقة ريفية اللي كانت كتقابل طريق السريع 850 شمالا في مقاطعة بوتينام في إلينوي. ومن بعد القيام بتشريح الجثة استنتج أخصائي علم الأمراض أو لا الباثولوجيست أنها تعرضت للطعن عدة مرات، عاد القاتل سيبها في تلك المنطقة. في هذه اللحظة مع هذه النتيجة المحزنة والصادمة، الأمر اللي كان أكثر حزن هو أن في هذه المرحلة اللي جبرت فيها الجثة الشرطة في يدها واحد الدليل، أو خلينا نقولوا حصلت على واحد البصيص ضعيف من الضوء اللي أصلا ماشي متأكدين منه، وهو سيارة الجيب كحلة. لذلك الشرطة فتشت بشكل مكثف لعدة أيام على تاريخ سيارة الجيب. وبالضبط في 5 فبراير من سنة 2018 قررت الشرطة أنها تواصل البحث بشكل عملي أكثر، وانتشروا أفراد الشرطة في المدينة كيتجولوا ويسألوا السكان على سيارة الجيب كحلة. ومن بعد فترة من التجوال لاحظوا وجود سيارة جيب كحلة مركونة في ممر واحد الدار،
ومن بعد ما استفسروا وتم التحري على معلومات صاحب السيارة، توصلوا أن في منطقة سبرينغ فالي إلينوي كاين 2 أشخاص اللي كيمتلكوا سيارات جيب من هذا النوع. الشخص الأول تم استبعاد ديالو مباشرة، والشخص الثاني توجهت الشرطة للدار ديالو. هما عندهم أمل يكونوا توصلوا للهدف وللشخص المنشود، لأنهم في هذه اللحظة كانوا كيحسوا بالعجز، ولو أن هذا الشخص ما كانش هو المشتبه به فغادي يكونوا فقدوا الأمل نهائيا في حل القضية. المهم علينا الوقت، البوليس دقوا الباب، فتح راجل وعرف براسو أنه ريتشارد هاندرسون. الانطباع الأول اللي بان على ريتشارد هاندرسون هو أنه واحد الإنسان مهذب متعاون مع الشرطة، اللي طلبوا منه يرافقوهم مقر الشرطة باش ياخدوا الأقوال ديالو، بحكم أنه كيمتلك سيارة بنفس مواصفات سيارة المشتبه به، وطمنوه أنه مجرد استجواب عادي اللي غادي يتم من بعد استبعاد ريتشارد. ولكن الوقت اللي كان ضابط الشرطة كيستجوب ريتشارد هندرسون، ضابط آخر اللي كان كيتبع استجواب من خارج الغرفة بدا كيدقق في النظر في ريتشارد، وهو يتبين له أن ريتشارد هو نفس الشخص اللي ظهر في كاميرا المراقبة لمحطة الوقود. في هذه اللحظة الضابط والأصدقاء ديالو كانوا عزموا يدخلوا يواجهوا ريتشارد، ولكن بعد قرروا باش ينتظروا ويستدرجوا ريتشارد في الكلام. وكان السؤال اللي كيتكرر كيدور حول التحركات والنشاط ريتشارد كل صباح. ريتشارد اللي كان في الأول بين التعاون ديالو مع الشرطة كان كيكرر نفس الجواب ونفس القصة، وهو أنه خرج من الدار، مشى يشري شي حاجة ورجع للدار، أنه ما عرفش علاش الشرطة كتستجوبه. من بعد ما شافوا البوليس أن ريتشارد مصمم على نفس الكلام، قرروا يواجهوه بأنهم حصلوا على لقطات من كاميرا المراقبة محطة الوقود اللي كانت تبين أن ريتشارد كان موجود في المحطة في صباح النهار 24 يناير من 2018. وسألوه شنو كان كيعمل تما في ديك الوقت. ريتشارد جاوبهم أنه مشى لمحطة الوقود، شرا شي أغراض ورجع للدار. البوليس سمحوا ريتشارد يكمل الكذبة ديالو، ولكن في الآخر صدموه بالحقيقة بأنه ماشي غير تم التقاط ديالو بكاميرا المراقبة في المحطة، وإنما تم تتبع السيارة الخاصة به اللي مرت عبر العديد من التقاطعات الرئيسية إلى أن خرجت من المدينة في نفس اتجاه إشارة اللي التقطت من تليفون دايموند برادلي. إذا الدلائل اللي توفرت عليها الشرطة هي صدفة مشاهدة الراجل في نفس محطة الوقود في نفس الوقت اللي اختفت فيها دايموند، وهذا الشخص مشى في نفس الاتجاه اللي كان كيشير له الهاتف المفقودة. من بعد مرور ساعات من الاستجواب، بوليس طلبوا من ريتشارد يرافقهم وياخدهم في الطريق اللي سلكوا ديك الصباح باش يبرأ راسو. في الأول ريتشارد رفض، ولكن بعد غير الرأي ديالو وخرج مع البوليس في السيارة ديالو متجهين في نفس المسار اللي حددته الشرطة من قبل، واستمروا في الطريق إلى أن وصلوا للمكان اللي توجدت فيه الجثة ديال دايموند برادلي. في ديك اللحظة البوليس لاحظوا بأن ريتشارد تغيرت الملامح وجهه، واستغلوا الموقف وسألوه شنو وقع بينه وبين دايموند نهار 24 يناير. جاوبهم ريتشارد بأن ديك النهار كان كيتصفح مواقع المواعدات الغرامية على الانترنت، وهو يصادف إعلان ديال دايموند اللي اتصل بها وتفاهموا باش يمشي موراها ويصطحبها معاه. وفعلا داكشي اللي كان، مشى لعندها، طلعت معه في سيارة الجيب الكحلة واتجهوا خارج المدينة حيث مارسوا علاقة جنسية، وفي النهاية طلب من دايموند تنزل من السيارة، ولكن هي على حسب الكلام ديال ريتشارد رفضت وخرجت سكين من الساك ديالها أو البولسو ديالها وحاولت تطعنه، وبدا صراع بيناتهم. وهو كيقول بأن في هذه اللحظة كان في حالة دفاع عن النفس وطعنه حتى الموت. تم اعتقال ريتشارد هندرسون البالغ من العمر 26 سنة بتهمة القتل العمد، ولكن قبل ما يتم تحويل ديالو لجلسة المحاكمة، ريتشارد طلب عقد صفقة الإقرار بالذنب للعائلة دايموند وافقت عليها من بعد ما شافت ما كاين حتى خيار آخر، وتم الحكم على ريتشارد هندرسون ب53 سنة دون الإفراج المشروط. هنا غادي نكون وصلنا لنهاية القضية ديالنا. خليو لي الرأي ديالكم على شنو كتشوفوا، واش فعلا دافع هذا القتل كان هو دفاع عن النفس أو لا شي حاجة أخرى. المهم كيف ما دائما إذا عجبتكم القصة وإذا عجبتكم طريقة ديال السرد، نتمنى تخليو لي واحد اللايك وشي تعليق مزيون،
وبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في قضية أخرى إن شاء الله.